تعرف ان انت عن طريق موبايلك تقدر تشتغل على شاشة تيرمينال زي اللي موجودة في اي نسخة لينكس، وتبتدي تسطب كل التولز اللي انت عايزها، حتى ادوات الكالي لينكس الخاصة بالاختراق تقدر تسطبها وكمان تشتغل عليهم وتتعامل عادي جدا، وكل ده من موبايلك ومن غير ما تسطب النت هانتر اصلا زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، واللي مساحته كبيرة بتصل ل 1.8 جيجا بايت، يعني وكأنك مسطب الاوبونتو لينكس وشغال عليها عن طريق شاشة التيرمينال، وبتسطب التولز اللي هتشتغل عليها، حتى الميتاسبلويت تقدر تسطبه وتشتغل عليه عادي جدا، وكل ده عن طريق ابلكيشن الترموكس. في البدايه اللي احنا محتاجينه ولا حاجه، موبايلك بس ويكون متصل بالنت حتى لو بواقع، لاننا مش هنستخدم نت كتير. وتعالى نعرف ازاي نعمل داونلود لابلكيشن الترموكس. وطبعا قلنا ليه مش هنعمل لها داونلود من على جوجل بلاي زي ما شرحنا بالتفصيل في الفيديو اللي فات الخاص بتسطيب الكالي لينكس على الموبايل، فلو لسه ما شفتش الفيديو ده روح شوفه. وقلنا برضو ان ليها طريقه تانية للتسطيب. تعالى كده على جوجل واكتب ترموكس جيت هاب وانتر، وهنختار الاختيار ده ريليزز ترموكس اب، هنضغط عليه. وبعدين من هنا كده في الاسيتس هنختار الاصدار ده، ضغط عليه هيبتدي يعمل داونلود. بعد ما يخلص هنضغط اوبن وبعدين انستول. بعد ما يخلص تسطيب هنضغط اوبن علشان يفتح معانا ابلكيشن الترموكس بالشكل ده. اول خطوه هنعملها قبل ما نبتدي نسطب اي حاجه او نتعامل مع الترموكس اصلا هو ان احنا هنعمل ابديت وابجريد، هنعمل تحديث بمعنى اصح. فهنكتب apt update وانتر، وبعدين هنكتب apt upgrade وانتر ويس، وبعدين هيسألك عن اكتر من ملف، وبيقول لك في نسخة من الفايل ده على السيستم، ممكن تكون انت اللي عملت لها كرييت او مكتوبة سكريبت عن طريق السيستم، وفي نسخة بيقدمها لك الباكج مينتينر. فانا هقول له واي او يس علشان يختار الباكج مينتينر، وهيقابلك الحوار ده اكتر من مرة، فهنختار برضو نفس الاختيار يس، وبس كده تمام. لحد هنا ده كان الجزء اللي احنا شرحناه، مفيش اي حاجه جديده، شرحناه في الفيديو اللي فات ازاي تعمل تحديث، ازاي تعمل تسطيب اصلا للترموكس وبعد كده تعمل تحديث ليه سواء ابت ابجريد او ابت ابديت. لحد هنا احنا تمام. طيب تعالى بقى نشوف حاجات كتيره وشرح اكتر عن الترموكس. لو جينا نشوف كده هنلاقي الترموكس عامله زي التيرمينال الخاصه باي نسخه لينكس، يعني اعتبر نفسك بعد ما سطبت ابلكيشن الترموكس انك مشغل نسخه لينكس، تقدر تعمل انستول لاي تول وتبتدي تشتغل عليها عادي جدا، زي وليكن التول اللي اسمها سي ماتريكس، واللي بتخلي موبايلك يظهر بطريقه جامده جدا زي فيلم ماتريكس بالظبط. هنيجي كده ونسطبها، فهنكتب باكج بي انستول سي ماتريكس وانتر، ونستنى شويه على ما تخلص تسطيب، ودلوقتي تمام. ولو عايزين نشغلها فهنكتب سي ماتريكس وانتر. بص كده جامده جدا صح؟ لو حاولت تخرج منها بالطريقه التقليديه مش هتعرف، لازم عشان تخرج منها تضغط كنترول من هنا وحرف الزد. كمان لو عايزين نجرب اي كود بايثون او نشغل اي تول شغاله بالبايثون، فكنا بنحتاج ان احنا نسطب البايثون 3 زي ما شفنا قبل كده في الكالي لينكس. ممكن نعمل هنا كده برضو، فهنيجي كده ونسطب البايثون، فهنكتب باكج بي انستول بايثون وانتر ويس، ونستنى شويه على ما تخلص تسطيب، ودلوقتي تمام. لو عايزين بقى نبتدي نكتب اكواد بايثون، فهنيجي كده ونكتب بايثون علشان يدخلنا جوه الايديتور، واكتب بقى زي ما انت عايز. يعني مثلا لو حبينا نكتب اشهر جمله في اي بروجرامينج لانجويج وانت بتبتدي تتعلمها، هنكتب وليكن عايزين نطبع هالو وورلد، فهنيجي كده ونكتب برنت نفتح قوسين وعلى التنصيص طبعا، وهنكتب هالو وورلد وانتر. وبص كده طبع لنا فعلا هالو وورلد، ودي طبعا اسهل لغه تقدر تتعلمها وهي البايثون. اكوادها سهله جدا وتنفع لاي حد لسه مبتدئ في البرمجه، يقدر يبتدي ان هو يتعلم لغه البرمجه دي. لو عايز برضو تعمل اي عمليات حسابيه هتدوس برضو معاك، مفيش اي مشكله. لو عايز بقى تخرج بره الايديتور بتاع البايثون فهنضغط هنا كنترول وحرف الدي، وكمان نقدر نعمل كلير علشان نفضي الشاشه. تمام. لو عايزين بقى ندخل جوه فولدرات والملفات اللي عندي على الموبايل، فهنيجي كده ونكتب ترموكس سيت اب ستورج وانتر، وبعدين نضغط allow علشان نسمح للابلكيشن ان هو يشوف الملفات والفولدرات اللي جوه على الموبايل. تمام. اول امر معانا وهو BWD علشان نعرف احنا واقفين فين بالظبط، يعني المكان او الدايركتوري اللي احنا عنده، علشان نعرف احنا هنتحرك ازاي ونقدر نوصل للفولدرات والملفات اللي احنا هنشتغل عليها. طيب احنا دلوقتي في المكان ده، تعالى كده نشوف الملفات والفولدرات اللي عليه، فهنكتب ls وانتر. هنلاقي فولدر باللون الازرق، اي حاجه تانية باي لون حواليه هتبقى ملفات. طيب احنا عايزين ندخل جوه الفولدر ده، فهنكتب cd اختصار ل change directory
وبعديها اسم الفولدر اللي احنا عايزين ندخل جواه وهو storage وانتر. وخد بالك برضو انك لازم تكتب اسم الفولدر زي ما هو مكتوب قدامك او زي ما هو ظاهر قدامك. بعد ما كتبنا طبعا ls فظهرت قدامنا الفولدرات والملفات، لازم تكتب اسم الفولدر زي ما هو كان موجود بالظبط. يعني اول حرف كابيتال هتكتبه برضو كابيتال عشان تقدر تدخل جواه. وبرضو علشان نشوف اللي جوه الفولدر ده هنكتب برضو ls وانتر. هنلاقي عندنا اكتر من فولدر. لو عايزين نعمل فولدر جديد هنكتب mkdir وهي اختصار ل make directory، واسم الفولدر هنخليه وليكن احمد كابيتال وانتر. هنتاكد ان هو فعلا اتعمل له كرييت او ان احنا فعلا عملنا الفولدر ده، فهنكتب تاني ls وانتر وهنلاقي الفولدر موجود فعلا. تمام، تعالى بعد كده نشوف فولدر الدي سي اي ام واللي عليه الصور والفيديوهات. علشان ندخل جوه الفولدر قلنا هنكتب cd وبعدين اسم الفولدر DCIM وانتر، وهنكتب ls علشان يعرض لي كل اللي جوه الفولدر ده. هنلاقي فيه فولدرات كتير، هندخل جوه وليكن فولدر الكاميرا فهنكتب cd كاميرا وانتر. وخد بالك اول حرف كان كابيتال، لو ما كتبتش اول حرف كابيتال ما كنتش هعرف ادخل على الفولدر ده، لازم ننوع على الحته دي تاني. ونكتب ls وانتر، هنلاقيه جاب لنا كل الصور والفيديوهات اللي موجوده على الفولدر ده. لو عايزين نمسح اي صوره او اي فيديو او اي ملف فبنكتب rm وبعديها اسم الصوره او الملف او الفيديو اللي انت عايز تمسحه. ده بالنسبه للملفات. الفولدرات بقى بنكتب نفس الامر rm مسافه -r وبعدين بنكتب اسم الفولدر عادي جدا. تعال نحذف الفولدر اللي احنا لسه عاملين له كرييت او اللي احنا لسه عاملينه واللي كان اسمه احمد. فهنرجع كده خطوه لورا، هنكتب cd مسافه دوت وانتر. الامر ده cd مسافه نقطتين، ده علشان نرجع لورا خطوه واحده. ls وعايزين نرجع كمان خطوه فهنكتب cd مسافه دوت وانتر ls عشان يعرض لي كل اللي على الفولدر ده تاني. تمام، هنا الفولدر بتاعنا اهو. عايزين نمسح بقى الفولدر ده فهنكتب زي ما قلنا rm مسافه -r واسم الفولدر بتاعنا احمد وانتر. تعال نتاكد ان هو اتحذف فعلا فهنكتب ls وانتر. بص كده فعلا الفولدر بتاعنا اتحذف. لو عايزين نفضي الشاشه زي ما قلنا علشان نكتب اوامر جديده فبنكتب clear وانتر. تمام، ممكن نعمل بينج بعد كده على اي بي او اي دومين، زي وليكن نقدر نعمل بينج على google.com وانتر. حلو جدا. نقدر نوقف البينج ده باننا نضغط على كنترول وحرف السي. طيب لو عايزين نعمل انستول او عايزين نسطب اي اداه من ادوات الكالي لينكس، هنيجي وليكن عايزين نسطب الان ماب تول واللي بنستخدمها علشان نعمل سكان على الثغرات الموجوده في الشبكه الخاصه بالتارجت. فهنكتب كده باكج او بيكجي انستول ان ماب مسافه -y وانتر، وهنستنى شويه على ما تتسطب. وتمام، والتول دلوقتي جاهزه ان احنا نشتغل عليها. لو جينا وكتبنا fconfig وانتر هتجيب لنا الاي بي بتاعنا جوه الشبكه 192.168.1.17 والنت ماسك وشويه حاجات تانية كتيره كده، لكن انا عايز الاثنين دول بس دلوقتي. تعالى بقى نستخدم الان ماب علشان نعمل سكان على الشبكه بتاعتي كلها. فهنكتب nmap 192.168.1.0/24 وانتر. وبص كده جاب لنا البورتات المفتوحه اللي موجوده على الاجهزه المتصله بالشبكه بتاعتي، واللي اقدر استخدمهم بعد كده زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت علشان اخترق الاجهزه دي. لو عايز تخرج بره التيرموكس فبتكتب اكزيت، لانك لو خرجت بالطريقه العاديه الابلكيشن هيكون لسه شغال او هيكون لسه مفتوح، فاحنا بنكتب اكزيت علشان نخرج بره ابلكيشن التيرموكس. المهم ان ابلكيشن التيرموكس زي ما شفنا تقدر تعمل بيها اي حاجه كانك مسطب نسخه لينكس بالظبط عندك على الموبايل، وتتعامل مع التيرمينال او الشاشه السوداء زي المحترفين بالظبط، وتسطب اي تول انت عايزها. حتى ادوات الكالي لينكس تقدر تسطبها وتشتغل عليها عادي جدا، حتى الكبير بتاعهم الميتاس بلوت تقدر برضو انك تسطبه وتشتغل عليه، وكل ده عن طريق التيرموكس. ودي كانت كل حاجه في فيديو النهارده في شرح ابلكيشن التيرموكس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من تريكات الهاكرز وشرح الادوات اللي هم بيستخدموها. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.